عايز اقول لك 6 حاجات تعملهم مع نباتاتك في الصيف. حاول تحافظ على درجه حراره حوضك ان هو يبقى ما بين 27 و29، طبعا ده بالمراوح. وحافظ على تغيير الميه للحوض مرتين في الاسبوع، كل مره 25% من الميه. اهتم جدا بالتسميد وزود جرعات التسميد بنسبه 15%، وكمان غاز ثاني اكسيد الكربون بنسبه 15%. ولو انت حوضك لو تك زود سكريه هواء. اصلا لو انت بتدي تسميد طول السنه نباتاتك هتبقى صحتها كويسه وتقدر تجابه معاك درجات الحراره. عندك كمان المنتج بتاع باتريوت بيساعدك جدا في مجابهه درجات الحراره وبيخلي نباتاتك يعدي الازمه دي بنجاح. ما تديش فرصه للطحالب ان هي تظهر، لان هي البيئه خصبه جدا في الحراره ان هي تظهر معاك. خلي ال6 ساعات بتوع عمليه البناء الضوئي يبقوا بالليل، مش هتبقى درجه حراره النهار ودرجه حراره اللمبات على الزرع، عشان خاطر تستفاد من انخفاض درجات الحراره بالليل وتقدر تعدي الازمه دي بنجاح. خلي بالك اوعى تحط تلج في حوضك عشان خاطر ما تعملش صدمه للحوض والسمك ممكن يتعب. كل الكلام ده انا بقوله لك عشان خاطر تعدي اي ازمه وصحه نباتاتك تبقى بشكل احلى واحلى، واللي جاي احلى.